السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودواها وعافية الأبدان وشفاها ونور العيون وضياها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده جمعة مباركة عليكم. نكتر في الصلاة بقى على الرسول صلى الله عليه وسلم. النهارده يا حبايبي هنعمل مع بعض الحواشي الاسكندراني. طبعا انتوا عارفين الحواشي الاسكندراني بنعمل له العجينه في البيت، مش بنعمله في العيش بتاعنا بتاع المخابز. دي طريقه ودي طريقه. فالنهارده هنعمل الحواشي الاسكندراني بالعجينه في البيت. فانا عندي هنا ربع كيلو دقيق، وانت بقى عايزه تزودي كميه حسب افراد اسرتك وحسب كميه اللحمه اللي عندك. فانا عندي النهارده ربع كيلو لحمه، فهعمل ربع كيلو دقيق. بس حابه قبل ما ابدا اقول لحبايبي لو بتشوفيني لاول مره، اشتركي معايا في قناتي وفعلي زر الجرس ودوسي على الكل عشان توصلك اشعارات بكل وصفاتي. وان عجبتك وصفاتي تبخليش عليا باللايك. وحبايبي المشتركين معايا بجمعه مباركه عليكم، ربنا يديمكم نعمه عليا. تابعوا الفيديو للاخر وما تبخلوش عليا باللايك. هنا عندي معلقه ممسوحه خميره بيره ومعلقه سكر وذره ملح. هنزل بقى كده على العجينه. وهنا عندي نص كوبايه لبن، طبعا لبن دافي علشان ما يبوظش الخميره. هنزل بقى كده باللبن. لو هتعجنيها بميه حطي معلقه لبن بودره معاها، بتعزز الطعم كده وتخلي العجينه حلوه قوي. هعجنها بقى وارجع لكم. هنا بقى عندي معلقتين كبار زيت، هنزل بيهم بقى على العجينه. والعجينه هخليها عجينه لينه، بتلزق في الايد شويه بس تبقى سالكه يعني من ايديا. هنزل هنا كده معلقه صغيره خل على العجينه. الخل الحقيقه بيخلي العجينه هشه وجميله قوي ويفتح العجينه قوي. هنا بقى هدهن العجينه زيت، وادهن البوله زيت كده، واجيب كيس بقى واسترتش واغطيها واسيبها بقى لما تخمر. اسيبها حوالي نص ساعه عشان احنا في الشتاء، فاسيبها حوالي نص ساعه لما تخمر وارجع لكم. بقى على ما العجينه تختمر جهزت اللحمه. هنا عندي ربع كيلو لحمه، حطيت عليه حوالي 50 جرام من دهن الليه، كانت في الفريزر جبتها بشرتها بالمبشره. وعندي بقى هنا بصله كبيره خرطتها بالسكينه، مش عايزاها مبشوره عشان ما تنزلش ميه، مش عايزه اي سوائل في اللحمه عشان ما تخمرش العيش. هنا بقى عندي كام قرن فلفل حامي على رومي خرطتهم كده. وهنا بقى بالنسبه للتوابل عندي توم باودر وبصل باودر وبابريكا وملح، وعندي بهارات مشكله، وعندي هنا فلفل اسود ورق لوري وحبهان مطحونين على بعض. هنزل بقى بكل كده وهقلبهم كده مع بعض، مش هاخدهم في الكبه ولا حاجه. هي كده كفايه بفرمه اللحمه الاولانيه وعليها كل البصل وكل المكونات اللي انا ضفتها عليها دي.
هسيبها بقى شوية في التلاجة كده، التوابل تشرب بقى من بعضها وكده، واللحمة تشرب بالتوابل. كده خلاص العجينة اهي. هقطعها بقى، وجبت هنا صينية حطيت فيها دقيق، هنا قطعتهم 4 كور كده، وهغطيهم واسيبهم شوية كمان. هغطيهم عشان ما ينشفوش. كده هدخل بقى الفرن على طول اهو. وكده بقى ده 4 كيلو دقيق، طلعوا 4. لو حسب افراد اسرتك بقى، لو عايزه تعمليهم بقى 8 يبقى نص كيلو دقيق. ندخلهم بقى الفرن على طول. كده بقى الحواوشي بتاعنا اهو طلع، وده شكله وريحته في منتهى الجمال. بتمنى ان انتم تجربوه، والى اللقاء في وصفه جديده، فيديو جديد، وتحياتي من قناتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.